عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل أحلى فراولة ممكن تاكلها في حياتك من البيت ومن غير مواد حافظة ومتماسكة ولونها أحمر، وهتشوفوا معانا كيلو فراولة مغسولة طبعا ومتنضفة، ومعانا نص كيلو سكر. كل كيلو فراولة على نص كيلو سكر، يعني عايز ضعف الكمية ضعف السكر، الكيلو على نص. ومعانا ليمونتين، ده عشان يحفظها وما يخليهاش تسكر وتعيش معانا. هنقطع الفراولة اي اشكال، اي حاجة، قطع كبيرة قطع صغيرة مش هتفرق، لان احنا في الاخر هنهرسها كلها في بعض. احنا بنقطعها عشان تسهل علينا لما نيجي نهرسها في بعضها. زي ما انتم شايفين معانا كده، هنا قطعناها. هنحط عليها السكر، ونقلب السكر كويس فيها. نقلب السكر كده بالمعلقة كويس. هنا هنشيل المعلقة بقى ونشتغل بايدين. هنهرسها جامد قوي، نخليها تنزل المية اللي فيها وتبقى متجانسة مع بعض، بحيث انها لما تستوي ما تبقاش فاصلة مية عن الفراولة، زي الجاهزة بالظبط، ما تبقى متماسكة مع بعضها كده وكريمية. ممكن لو محتاجة تستخدمي الهاند بلندر تكة كده بسيطة وتفصلي، تكة بسيطة وتفصلي لو انت مش عايزة تعملي بايدك. بس هنا كانت الكمية مش كتير فانا هرستها بايدي. زي ما انتم شايفين معانا كده كده لحد ما توصل لكده. نفضل ندعك فيها لحد ما تبقى كلها قطع صغيرة مع العصير بتاعها، ما بتبقاش الفراولة باينة قد ما هي كلها متجانسة في الطعم مع بعضها. زي ما انتم شايفين معانا كده. يا ريت ما ننساش اللايك. هنا هنحطها على النار، اول ما تبتدي تغلي وتطلع الريم نشيله طبعا ونرميه. زي ما انتم شايفين معانا كده، انا بشيله كده بالمعلقه وبحطه في طبق وبرميه طبعا. هنقلبها فيها وايدينا فيها على طول. هنا كانت وصلت لنص التسويه، بدأت تخش في السوا. برضو بفضل اشيل الريم اللي يطلع منها. هنا خلاص كانت استوت، يعني المرحله اللي قبل الاخيره حطيت عليها عصير الليمونتين وحطيت هنا خلاص كده كانت استوت خالص. واديكم شايفين معانا هنا بعد ما استوت.